يا الله، تطلع او تنزل، والله هي دي النهاية. كل نفس ذائقة الموت. هتروح فين يا مسكين؟ ظلمت اختك وخدت حقها، عمال ببهدل جيرانك ومخلي الشارع زي النار، عايش بالطول والعرض وفارد عضلاتك. هي دي النهاية. والله العظيم مهما طال العمر لابد من دخول القبر، ومهما طال الليل لابد من طلوع الفجر. كل شيء وله آخر. هتعيش كام؟ صلي على النبي. هتعيش 100؟ هتعيش 150؟ هتروح فين؟ كل من عليها فان. والله العظيم. فلازم نخلي بالنا ونعمل حساب للحظة دي. يعني نرجع الحقوق لاصحابها. اياك في يوم من الايام تعيش ظالم. بعض الناس والله العظيم يبقى ظالم نفسه وظالم اولاده وظالم اخواته وظالم الدنيا كلها، وهو لا يدرك ذلك، مش حاسس، شايف روحه ان هو اجمل حاجة. فمشكلة والله العظيم. اياك، هتخسر الدنيا وهتخسر الاخرة. ابشع شيء واوحش شيء على وجه الارض هو الظلم. ربنا عز وجل حرم الظلم على نفسه وحرمه على العباد. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه سكت ليه؟ قال دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب حتى ولو كان كافرا. اوعى في يوم من الايام تكون عايش بالطول والعرض رامي الاخره ورا ظهرك وتقول لك ربنا رب قلوب. اي نعم رحمه ربنا واسعه، لكن ما تدوسش فيها وتسيب الطاعات وتسيب الصلاه، وعمال جيرانك مقطع فيهم ومبهدلهم، واختك مقطعها وزوجتك مبهدلها. لا 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 لا. الرحمه جميله جدا. الانسان مننا يا جماعه والله العظيم ما هو الا سيره لا يتاكل ولا ينشر. تلاقي فلان مات من 10 20 سنه يقول لك يا والله ده كان راجل سكره، ده كان آية، الراجل كان فيه خير وكله طيبة. واحد تاني تقول له اوعى تجيب سيرته، ربنا ريحنا منه. والله العظيم مش ده اللي بيحصل. فدايما خلي اللهم عطر سمعتنا بين الناس يا رب. الانسان يدني سيرته حلوة والناس تشهد له بالخير. فسبحان الله العظيم. لا، ما تعيش بالطول والعرض تكون ظالم ده واكل حق ده ومبهدل الدنيا، وتيجي تقول لا اصل ربنا غفور رحيم. نعم ماشي، لكن ما تبقاش ظالم. والمظلوم عمال يتألم. وخلي بالك، زعل المظلوم ربنا يزعل على زعله، لأن ربنا يكره الظلم والعياذ بالله. ربنا يكفينا شر الظلم ويهدينا طريق يا رب. اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم. فخلي بالك والله الحياة قصيرة. احنا برضو هقول تاني وتالت، احنا مش ملائكة ولا أنبياء، لكن نحاول نجاهد أنفسنا قدر الإمكان. تبسم في وجه أخيك صدقة. صلي على سيدنا النبي، شارك الفيديو لعل أحد يستفيد. وربنا يحسن ختامنا جميعا، والسلام عليكم.